السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة فاطمة إيبو لتنظيم والوصفات. هذا النهار هذا غنحضروا مع بعض بريوش بطريقة غزالة ما شاء الله، كيجي رائع، خفيف وهشيش رطب، أخف من الكيك. جربوه ما غاديش تندموا، كنوعدكم تجربوه ما غاديش تندموا عليه. ممكن تقدميه على شكل كيك للعيد، وممكن الضيوف الغفلة، فممكن الوليدات كذلك يفطروا به في الصباح، فما شاء الله كيجي رائع. ما نطولش عليكم، وكيف العاده خليكم معايا حتى الاخير باش نتعرفوا على المقادير ونتعرفوا كذلك على طريقه التحضير، وعلى بركه الله. وللمقادير غادي نحتاجو كاس ديال الحليب يكون دافي، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، 2 كيسان ونص ديال الدقيق، ساشي ديال الفاني، خميره حمراء، عندي بيضه واحده، ملعقه كبيره خميره الخبز، وقبصه ديال الملح. بالنسبه للطريقه، كناخذوا واحد الاناء كنوضعوا فيه الحليب ديالنا اللي هو دافي، كنضيفوا عليه خميره ديال الخبز ونص كاس ديال السنيده. غنخلط هاد العناصر حتى تذوب ليا ديك الخميره، ومباشره غنضيف عليهم البيضه ديالي، وغادي نعاود نمزج هاد العناصر. بالنسبه لهاد الطريقه هذه اي حاجه كنضيفها وكنخلط فكتسهل عليا عمليه ديال الدمج. غنضيف كذلك ساشي ديال الفاني، وغنعاود نخلط باش يذوب ليا داك السكر ديالو، وغنضيف عليهم قبيصه ديال الملح. غنبدا نضيف الزيت شويه بشويه، ما غاديش نضيف الزيت دفعه واحده بحكم انها كتكون صعيبه تخلط مع العناصر بسرعه، وانا كنخلط وانا كنضيف الزيت مباشره. غنبدا نضيف الدقيق ديالي، غنضيف نصف كاس ديال الدقيق الاخير هو الاول. غادي نضيف عليه الكاس الثاني ديال الدقيق معاه ساشي ديال الخميره الكيماويه، وغادي نمزج هاد العناصر جيدا. بالنسبه للدقيق الاخير ما غاديش نضيفوه، بالنسبه لكم البنات ما غاديش تضيفوه حتى تشوفوا القوام ديال الخليط ديالكم كيفاش كيجي، يعني خصو يكون قوام ديال الكيك تقريبا وتقيل عليه بشويه. هنا بحكم انني هاد البريوش هذا درتو شحال من مره، ف يعني هاد المكونات عارفه القياس اللي كيهزوا ليا ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق اللي غتستعملوا كيبقى على حسب النوعيه ديالو. هنا مزجت العناصر مزيان، ها نتوما شوفوا القوام ديال الكيك ديال الخليط عفوا كيفاش كيجي. مباشره غادي ناخذ واحد المقله اللي انا هنايا وضعته في مقله ثقيله، وانت بامكانك توضعيه في اي اطار بغيتي، فهذا كيخصك انت ماشي اشكال. دهنت المقله ديالي بالزبده ورشيت عليها الدقيق مباشره، وضعت فيه هذاك الخليط كامل، وغادي نحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم نقاد ليه وجهه كامل، يعني يولي عندي واحد الوجه اللي هو متساوي، وحتى نوصل العجين ديالي للجوانب. هذه هي الطريقه اللي غادي ندير كما شفتوا معايا. ها هي دي من بعد ما قديت ليها الوجه ديالها مزيان. غندوز مباشره باش ندهن، يعني هاد البريوش هذا غادي ندهنو بصفار بيضاء مع شويه ديال الخل. انا وضعت معاه الخل باش يهرس ليا ديك الزفوريه اللي كتكون في البيض، وملي يخرج من الفران ما تكونش فيه ديك الريحه ديال البيض. هنايا كما كتشوفوا غندهن ليها الوجه ديالها كامل بداك الصفار ديال البيض، وغادي نخليوه يرتاح تقريبا واحد المده ديال 30 دقيقه. خاصنا نحطوه في واحد البلاصه اللي تكون دافيه باش هكا دغيا يختمر لينا البريوش ديالنا. ومباشره ملي غيختمر ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تشوفوه معايا كيفاش كيجي. راه كيجي خامر وطالع ليا على الجوانب ديال هاد المقله هادي. هو هذا كما كتشوفوا، يعني راه خامر مزيان، خليته حتى خمر مزيان نصف ساعه البنات، ودخلته الفران. ومن بعد تقريبا تنقول لكم 15 دقيقه، 15 ل 20 دقيقه وجد معايا البريوش. بحكم انه خفيف البنات كيجي خطير، فدغيا كيوجد ودغيا كيتحمر دغيا كيطيب. هنا هو البريوش ديالي وجد. غندوزو للتزيين ديالو. بالنسبه للتزيين عندي هنا كونفيتور، ممكن ديري العسل، اي حاجه عندك متوفره ممكن تسقيه. انا هنايا غنستعمل فقط الكونفيتور باش يثبت ليا دوك العناصر اللي غنزين بهم. غندهن الفاس كامل ديال البريوش ديالي. استعملت الكونفيتور حيت كيعطي حتى اللمعه. بالنسبه لداكشي اللي غنزينو به غنحتاجو الكاوكاو مهرمش، غنحتاجو الكوك، وغنحتاجو لي فيرميسيل نوار. هادو هما المواد باش غادي نزينوه. غناخدو يعني كل غنحاولوا نقسموا هاد البريوش هذا، ماشي غنقسموه بالموس، ولكن غنستعمل دوك العويدات ديال الشواء هما اللي غادي نقسم بهم هاد البريوش هذا. كما كتشوفوا هنا وضعتهم هنايا باش هكا نزين، درتهم على شكل نجيمه باش هكا نزين يجيني تزيين ساهل. غناخذ
لي فيرميسيل ديالي، وهكا غنزين بها واحد المثلث من دوك المثلثات اللي درنا بهاد العويدات هادو. ومن موراها غنتبعها هذا ذكروني بالشهاده هذا الكوك البنات. هنا غنتبعها بالكوك، ومن بعد غندير اللوز وانا مستمره، اولا الكاوكاو عفوا، وانا مستمره حتى نكمل الدائره كامله اللي عندي. بالنسبه للكاوكاو راهو محمر ومطحون، ما طحنتوش بزاف البنات، فقط مهرمش، ما طحنتوش بزاف، غير هرمشتو. وغنبقى هكا حتى نكمل الدائره كامله. وخليكم معايا ان شاء الله باش تعرفوا وتشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. ديال البريوش ديالنا من بعد ما كملتو في التزيين، فقط هذا اقتراح البنات، والتزيين كيبقى اختياري كما عجبك غادي تزيني. انا فقط هنايا فكره وشاركتها معكم، نتمنى تنال اعجابكم واستحسانكم. وهذا هو الشكل النهائي كما سبق لي وقلت. نتمنى اقتراح اليوم ينال اعجابكم ويلبي الطلب ديالكم. والى عجبتكم وصفه اليوم كيف العاده ما تنسوش تخليوا لي لايك للتشجيع، شاركوا الوصفه مع احبابكم وصحابكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وإلا كنتي من الناس اللي كتشاهد القناه اول مره وعجبك المحتوى، ما تبخلش عليا باللايك وضغط على زر الاشتراك او ابوني او سبسكرايب الموجود اسفل الفيديو. فعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد فيديوهاتي. وهنايا غادي نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. مع السلامه.